الطفلة اللي بتظهر كل ليلة. كان في شاب اسمه كريم بيعيش في شقة لوحده في عمارة قديمة، كل حاجة فيها قديمة وكأنها مهجورة من زمان. الشقة دي كانت عجيبة، كان فيها حاجة غريبة بتحصل كل ليلة، ولكن كريم كان مش واخد باله منها في البداية. كل يوم بعد ما يخلص شغله يرجع البيت، يفتح الباب ويقفل على نفسه. أما في الليل بالظبط الساعة 12 بعد نص الليل يبدأ يسمع صوت خطوات خفيفة على الأرض، زي ما يكون في حد صغير بيتمشى في الشقة. لكن الشقة كان فيها شخص واحد بس، كريم. في البداية كان بيقول لنفسه إن الصوت ده ممكن يكون خياله أو هو متأثر بالإرهاق، لكن مع مرور الأيام الصوت بقى يزيد. في يوم من الأيام كريم قرر إنه يتأكد من الموضوع ده بنفسه. قرر في ليلة إن يفضل صاحي لحد الساعة 12 يشوف إيه اللي بيحصل. الساعة 12 بالظبط بدأ يسمع الخطوات، وبعد لحظات حس بشيء غريب في الجو. قلبه بدأ يخفق بسرعة، وكان الإحساس بالخوف بيزيد. قام من مكانه وهو مش قادر يصدق اللي بيحس بيه، لكن قرر يمشي ناحية الصوت. شاف نور ضعيف جاي من تحت الباب. فتح الباب بهدوء ولقى في الضلمة الطفلة الصغيرة. شعرها كان طويل ومربوط بطريقة غريبة، وفستانها كان أبيض ملوث بالطين. كانت الطفلة واقفة في وسط الصالة، بس مش بتتحرك، بس كانت بتبص له بعينين سودة زي الليل، زي ما تكون بتنتظر منه حاجة. كريم حاول يكلمها لكن لسانه كان ثقيل. فكر في إنه يقفل الباب ويروح ينام، لكن الطفلة فجأة قالت بصوت خافت: أنا هنا كل ليلة علشان أقولك إنك هتكون الشخص التالي. قلب كريم اتوقف، مش قادر يصدق إنه بيسمع الكلمات دي. الطفلة كانت بتختفي ببطء قدامه، وبدأ المكان يبرد فجأة. من اللحظة دي كل ليلة في نفس الوقت كانت الطفلة بترجع، وكل مرة كانت بتقول نفس الجملة: أنا هنا علشان أقولك إنك هتكون الشخص التالي. كريم حاول يهرب من الشقة، لكنه كان دايما بيرجع لنفس المكان. وكل يوم كان بيشوف الطفلة في نفس الموضع بنفس الفستان الأبيض. وأصبح كريم مش قادر ينام، خايف كل ليلة من الساعة 12، وحس إنه وقع في فخ ما يعرفش يهرب منه. والأغرب إنه في يوم من الأيام بعد ما فقد الأمل في الهروب سمع صوت الطفلة في أذنها، لكن المرة دي كانت الكلمة مختلفة. قالت له: أنا هنا علشان أخدك معايا أخيرا. ومن يومها محدش سمع عن كريم تاني، والشقة كانت زي ما هي، سكون وصمت. والطفلة كل ليلة كانت تظهر